فيلمنا بيبتدي في مملكة مورس، وهي مملكة جميلة جدا وكمان مليانة بالثروات الطبيعية النادرة، وبيعيش فيها أنواع كتيرة جدا من المخلوقات الرائعة، ومعاهم ماليفيسنت الجنية اللي بتلعب دور الحارس في مملكة مورس، وكمان بتحميها من الاعتداءات وتخريب البشر اللي موجودين في مملكة قريبة جدا منها. وبتطير ماليفيسنت في مملكة مورس عشان تسلم على أصحابها من جميع المخلوقات، وكمان تطمن إن مملكة مورس عايشة في سلام. وبيبان إن جميع المخلوقات اللي عايشة في مملكة مورس بيحبوا ماليفيسنت جدا. وبتقابل ماليفيسنت بعدها 3 جنيات بيبلغوها إن حراس المملكة محتجزين شخص سرق جوهرة من بركة المجوهرات. وبتطير ماليفيسنت بعدها على بركة المجوهرات عشان تشوف الشخص ده، وبتقابل هناك الطفل ستيفن اللي سرق الجوهرة، لكن ماليفيسنت تاخدها منه وبترجعها مكانها تاني. ولما بيتكلموا مع بعض ماليفيسنت بتعرف ان ستيفن ده يتيم وعايش في مملكة قريبة من مورس، وبيتعرفوا على بعض اكتر. وساعتها ستيفن بيعرف ان ماليفيسنت بتتأذي من الحديد لما بيسلم عليها وبيلاقي ايديها وجعتها، فبيقلع الخاتم اللي كان لابسه وبيرميه بعيد عن ماليفيسنت بعدها بتحس ان ستيفن بيخاف عليها، فابتدت انها تعجب بيه. وستيفن بقى بيزورها من وقت للتاني، وبقوا بيقضوا وقت اكتر مع بعض. ومع مرور الايام حبهم لبعض كان بيكتر. وفي يوم ميلاد ماليفيسنت 16 ستيفن اعترف لها بحبه ليها واهداها اول قبلة حب حقيقي منه. وبتعدي السنين وستيفن بيكون بعيد عن ماليفيسنت وبطل يزورها، وماليفيسنت كمان بتكون كبرت وبقت الحارس الأول لمملكة مورس، وقوتها كمان زادت مع الوقت. بس مع كل ده ماليفيسنت كانت دايما حاسة بالوحدة بسبب غياب ستيفن عنها. وفي يوم وماليفيسنت قاعدة في مملكة مورس بتلاقي في جيش من البشر بقيادة الملك هنري جايين عشان يقضوا على مورس وينهبوا ثرواتها. لكن ماليفيسنت بتواجه الملك هنري وبتطلب منه انهم يمشوا في سلام، لكن الملك هنري بيرفض وكمان بيأمر جنوده انهم يقتلوا ماليفيسنت. وبتبدأ الحرب، وبتبدأ ماليفيسنت انها تدافع عن المملكة، وبيساعدها في ده كل المخلوقات اللي موجودة في مملكة مورس. وبتنجح ماليفيسنت انها توقع الملك، وبتطلب منهم بعدها انهم يمشوا. وبعدها بيهرب جيش الملك هنري بعد ما شافوا قوة ماليفيسنت وكمان المخلوقات اللي موجودة في مملكة مورس. وبنلاقي بعد كده الملك هنري على فراش الموت بعد إصابة ماليفيسنت ليه في المعركة. فبنلاقي إن ستيفن حبيب ماليفيسنت هو الخادم بتاع الملك اللي بيسمعه وهو بيقول للقادة بتوعه إن أي حد هيقتل ماليفيسنت هيكون هو الملك من بعده، وكمان هيجوزه بنته. بعد ما بيسمع ستيفن الكلام ده بيروح لماليفيسنت بعد غياب طويل وبيحذرها إن الملك هنري أمر بقتلها، وبيقضوا بعدها الوقت مع بعض. لكن بنتفاجئ إن ستيفن بيخون ماليفيسنت وبيقدر يخدرها وبيقطع لها جناحاتها، وبيديها بعدها للملك هنري عشان يقوله إنه قتل ماليفيسنت. فالملك بيقوله إنه هيبقى الملك وكمان هيجوزه بنته. وفي الصبح بتفوق ماليفيسنت وبتكتشف خيانة ستيفن، وبتكون منهارة ومش مصدقة إنه خدعها بالشكل ده، وبتكون لسه تعبانة بسبب جروح قطع جناحاتها. لكن بتستخدم قوتها السحرية وبتحول غراب كان راجل مصطاده لشخص بشري، والشخص ده لما بيقوم بيقول لها إن اسمه دايافيل، وإنه هيفضل مديون لها طول عمره بسبب إنها أنقذته. وبتطلب ماليفيسنت منه إنه يجيب لها أخبار ستيفن من المملكة عشان تعرف ليه عمل كده فيها. فبتعرف إن ستيفن خانها عشان يبقى الملك، فبتغضب جدا. وستيفن بيشوف من القصر بتاعه آثار الغضب بتاعها. اللي عمله ستيفن مع ماليفيسنت غير حاجات كتير جواها، وبسبب غضبها ده حولت مملكة مورس لمملكة مظلمة، وعملت بعدها عرش مخيف ليها. وبتمر السنين وبتعرف ماليفيسنت إن ستيفن خلف بنت وعامل حفلة في القصر بتاعه للاحتفال بالحدث ده وعازم كل أطياف المجتمع. فبتقرر إنها تروح الحفلة دي، وبيكون هناك ال3 جنيات اللي كانوا عايشين في مملكة مورس، وبيكونوا عايزين يلعبوا دور السلام بين المملكتين. لكن ماليفيسنت بتوصل للحفلة وبتشوف ستيفن لأول مرة بعد اللي عمله معاها، وبتقول لستيفن إنها هتمنح هدية للطفلة. لكن ستيفن طبعا بيكون خايف،
فماليفيسنت بترمي على البنت لعنة إنها تكبر في سلام، لكن أول ما تتم 16 سنة يتغرس في صباعها إبرة خياطة وهتنام بعدها نوم أبدي. ومع توسل ستيفن ليها إنها تشيل اللعنة دي، ماليفيسنت بتضيف إنها ممكن تفوق في حالة واحدة بس، لو حد قبلها قبلة حب حقيقي. وطبعا بتكون مقتنعة إن ده مستحيل بسبب خيانة ستيفن ليها قبل كده. فستيفن بعدها بيؤمر بتدمير كل ماكينات الخياطة وبيحطها في زنزانة في القصر، وكمان بيؤمر ال3 جنيات إنهم ياخدوا الأميرة الصغيرة ويربوها في مكان بعيد لحد ما تتم 16 سنة. وفي نفس الوقت بيؤمر جنوده إنهم يدوروا على ماليفيسنت في كل مكان ويصطادوها. لكن ماليفيسنت بتكون بنت سور مرعب حوالين مملكة مورس عشان تقدر تحميها من دخول البشر مرة تانية، وبتاخد فعلا الجنيات الأميرة الصغيرة لمكان بعيد عشان يربوها بعيد عن ماليفيسنت. وماليفيسنت طبعا بتعرف مكانهم وبتروح عشان تبقى قريبة من الطفلة. وبنلاقي بعد كده إن ال3 جنيات ما عندهمش أي خبرة في تعاملهم مع الأطفال ومش عارفين يعاملوا الطفلة إزاي. وبنشوف إن على عكس الشر اللي ظهر على ماليفيسنت، لكن ما بتقدرش إنها تداري طيبة قلبها قدام البنت، وبتكون دايما هي ودايفل قريبين من البنت وبياخدوا بالهم منها وبيحموها. وستيفن بيكون بيحاول كل ده إنه يوصل لماليفيسنت عشان ينتقم منها، لكن محاولاته كلها بتفشل قدام تحصينات مورس القوية اللي عملتها ماليفيسنت. وستيفن بيبتدي إنه يفقد أعصابه على القادة بتوعه، لكن في لحظة بيفتكر إن نقطة ضعف ماليفيسنت هي الحديد، فبيؤمر باستدعاء كل الحدادين اللي موجودين في المملكة. وبنلاقي إن ماليفيسنت بقت قريبة جدا من أرورا الأميرة الصغيرة، ومع بلاهة ال3 جنيات اللي المفروض إنهم يراعوها، بنلاقي إن ماليفيسنت هي اللي بتاخد بالها منها، وابتدت كمان إنها تتعلق بيها. وبتعدي الأيام وبتكبر أرورا، وماليفيسنت بتكون برضو قريبة منها وبتحميها من بعيد. وفي يوم أرورا بتشوف السور اللي بنته ماليفيسنت عشان يحمي مملكة مورس، وبيكون عندها فضول تعرف إيه اللي ورا السور ده. وبنلاقي جنود ستيفن قريبين منها فبيفتكروا إنها ماليفيسنت، لكن في الوقت ده ماليفيسنت كانت عينها عليها وقريبة منها. وأول ما بتحس إنها في خطر بتحول ديافيل لذئب مفترس وبتبعته للجنود، وبتستخدم سحرها عشان تنيم أرورا، وبتظهر لجنود ستيفن بعدها وبتستخدم قوتها وبتعرف إنها تتخلص منهم. وبعدها ديافيل بيرجع لطبيعته، وبتكون أرورا لسه تحت تأثير سحر ماليفيسنت اللي بتاخدها معاها جوه مملكة مورس، وبتوقف ماليفيسنت السحر بعدها. وبتفوق أرورا بعدها وبتكون مبسوطة جدا من كل الكائنات الغريبة اللي شافتها جوه المملكة، وبتحس بوجود ماليفيسنت قريبة منها، فبتطلب منها إنها تظهر نفسها. وبتقابل أرورا ماليفيسنت وبتقول لها أنا كنت حاسة بوجودك طول عمري، وعارفة إنك كنت دايما قريبة مني وكمان بتحميني. وبتتعرف ساعتها كمان على ديافيل وبتكون فرحانة جدا إنها معاهم. وساعتها ماليفيسنت بتنيمها تاني، وبتكون حاسة بالذنب جدا بسبب اللعنة اللي رمتها عليها وهي طفلة، بعد ما طبعا بقت متعلقة بيها جدا. وفي الوقت ده بنلاقي ستيفن بيكون لسه محتفظ بجناحات ماليفيسنت، وبنلاقيه بيكلم الجناحات وبيقول لها إنه مستني ماليفيسنت في أي وقت. وبعدها بتبدأ أرورا تتعرف على جمال مملكة مورس، وبتلعب وبتستمتع مع كل الكائنات اللي موجودة هناك، اللي بيكون واضح إن هم كمان بقوا متعلقين بيها. كل ده طبعا وماليفيسنت معاها. وبعدها بتروح ماليفيسنت لأرورا وهي نايمة، وبتحاول إنها تبطل اللعنة اللي رمتها عليها، لكن للأسف اللعنة بيكون مستحيل فكها. وبتقابل أرورا ماليفيسنت بعدها وبتسألها عن جناحاتها، وبتقول لها مش المفروض إن كل الجنيات يبقى ليهم جناحات، لكن ماليفيسنت بتقول لها إنهم اتسرقوا منها. في الوقت ده بيكون ستيفن حاسس بالرعب بسبب اللعنة اللي رمتها ماليفيسنت على بنت أرورا، لأنها خلاص قربت تتم سن 16 سنة، وبيبدأ إنه يجهز الحدادين اللي في المملكة عشان ما يبطلوش شغل. وبتكون أرورا مع ماليفيسنت بتقول لها إنها نفسها تعيش معاها في مورس على طول، وماليفيسنت بترد عليها وبتقول لها يا ريت تعملي كده من دلوقتي. وبنلاقي أرورا ماشية في مملكة مورس، فبتقابل الأمير فيليب اللي بيكون رايح قلعة الملك ستيفن، لكنه تاه في الطريق، فبتدل أرورا على الطريق، لكن بتشوف إنها بقى في بينهم إعجاب وبيسيبها وبيكمل طريقه بعدها. وبيكون ديافيل وماليفيسنت شافوا اللي حصل ده،
فديافيل بيقول لماليفيسنت إن الأمير ده ممكن يكون الحل لفك لعنة أرورا، وده لو قبلها قبلة حب حقيقي. فبتقول له ماليفيسنت إن ده مستحيل، لأنها عارفة ومتأكدة إن مفيش حاجة اسمها حب حقيقي. وبترجع أرورا للكوخ اللي كانت عايشة فيه مع ال3 جنيات، وبتقول لهم إن عيد ميلادها ال16 بكرة، وإنها ناوية تسيبهم عشان تروح تعيش في مملكة مورس. والجنيات طبعا بيكونوا مفهمينها إنها يتيمة، لكن جنية منهم بتقع في الكلام، وبتعرف أرورا إنها بنت الملك ستيفن، وبتعرف كمان إن ماليفيسنت هي اللي رمت عليها اللعنة. وبتجري بعدها عشان تروح لماليفيسنت عشان تواجهها باللي عملته معاها، وبتسيبها أرورا بعدها وهي في قمة ندمها وحزنها. وبتروح بعدها لقلعة الملك ستيفن اللي عرفت إن أبوها، ولما يقابلها بيطلب من الحراس إنهم يحبسوها في أوضتها عشان يحميها من لعنة ماليفيسنت. في الوقت ده ماليفيسنت بتلاقي الأمير فيليب اللي قابل أرورا وكان معجب بيها، فبتنيمه بسحرها، وبتتوجه بعدها لقلعة ستيفن عشان تحاول تنقذ أرورا. وأرورا بعدها بتكون قدرت تهرب من أوضتها، وبتروح لسرداب القلعة اللي مليان مكان خياطة متدمر، وده طبعا بيحصل من غير إرادتها بسبب لعنة ماليفيسنت ليها. وفجأة بتتجمع مكنة خياطة قدامها، وبتجبر أرورا إنها تغرز صباعها في الإبرة، وبكده تكون فشلت ماليفيسنت إنها توقف اللعنة. وبتدخل أرورا في نوم للأبد. وبيبدأ ستيفن بعدها إنه يلوم الجنيات ال3 ويقول لهم إنهم المفروض إنهم يرجعوا أرورا بعد ما تتم 16 سنة بيوم عشان تبعد عن اللعنة. ولما الجنية بتقوله إن ممكن حد يقبلها قبلة حب حقيقية وترجع تاني، بيرد عليها ستيفن وبيقول لها إن مفيش حاجة اسمها حب حقيقي. وبتوصل ساعتها ماليفيسنت ودايفل، وبيكون معاهم الأمير فيليب، وبتلاقي إن ستيفن حاطط متاريس من الحديد عشان ما تعرفش تدخل، لكن ماليفيسنت بتقدر توصل الأمير فيليب لأوضة أرورا وبتسيبه هناك، وبتطلب منه الجنيات ال3 إنه يقبلها عشان التعويذة تتفك. وبيعمل كده فعلا، لكن أرورا بتفضل نايمة، وده لأن اللي ما بينهم لسه إعجاب ومش حب حقيقي. وماليفيسنت بتكون محبطة جدا وحاسة بالذنب، وبتروح تقف جنب أرورا وبتطلب منها إنها تسامحها. فبتقرب منها وبتبوسها، فبنلاقي إن أرورا صحيت بعدها، فبنعرف إن ماليفيسنت فعلا بتحب أرورا حب حقيقي. وبتاخد ماليفيسنت أرورا بعدها عشان يرجعوا لمملكة مورس. لكن وهم خارجين ستيفن بيكون مجهز لها فخ عبارة عن شبكة مصنوعة من الحديد، والجنود بيفضلوا يضربوها وهي جوه الشبكة، وبتبدأ طبعا طاقتها إنها تضعف، لكن بتحول ديافيل لتنين وبيبدأ إنه ينفخ النار على جنود ستيفن، وبيحرر ماليفيسنت من الشبكة الحديدية اللي محبوسة فيها. وبتطلب ماليفيسنت من أرورا بعدها إنها تهرب عشان ما تتأذيش. وفي الوقت ده جنود ستيفن بيعملوا دايرة حوالين ماليفيسنت بدروع من الحديد، وبيقدروا كمان إنهم يكتفوا ديافيل بسلاسل حديد. وبيدخل ستيفن بعدها لماليفيسنت وبيكون لابس درع كامل من الحديد، وبيبدأ إنه يضرب ماليفيسنت بسلسلة من الحديد. وأول ما ستيفن بيحس إن ماليفيسنت بقت في قمة ضعفها بيروح عشان يقتلها. أرورا ساعتها بتكون وصلت للمكان اللي ستيفن حابس فيه أجنحة ماليفيسنت، وبتقدر إنها تحررهم، وبترجع الجناحات من تاني لماليفيسنت اللي بتحس إن قوتها رجعت لها من جديد. وبتروح بعدها تحرر ديفل من السلاسل الحديد، وبتبدأ إنها تهاجم جنود ستيفن، لكن ستيفن بيقدر إنه يمسك ماليفيسنت بسلسلة من رجلها، وبيطلب من جنوده بعدها إنهم يضربوا عليها أسهم ويقتلوها. وبسبب قوة ماليفيسنت بتقدر إنها تطير من على الأرض، وبعدها بتروح ناحية الشباك وبتخش فيه زي الرصاصة وبتكسره وبتطير برا القلعة. وستيفن بيكون متعلق في السلسلة اللي موجودة في رجل ماليفيسنت لحد ما بتاخده فوق برج من أبراج القلعة وبتتخلص من السلسلة. وبرغم من كل اللي عمله معاها ستيفن، لكن ماليفيسنت ما بترضاش إنها تأذيه، وبتكون خلاص هتسيبه وتمشي في سلام، لكن ستيفن بيجري وراها وبيمسكها، فبيقعوا هما الاتنين من فوق البرج. وساعتها ماليفيسنت بتنقذ نفسها من ستيفن وبتتخلص منه، وبيقع ستيفن لوحده وبيموت. وبترجع بعدها ماليفيسنت مع أرورا لمملكة مورس، وبتهد بعدها السور المخيف اللي كانت بنته حوالين المملكة، وبتبدأ إنها ترجع المملكة لجمالها اللي كانت عليه. وكمان بتلبس أرورا تاج وبتعينها ملكة على مملكة مورس وكمان مملكة ستيفن أبوها، وبيجيلها الأمير فيليب عشان يعيش معاها.
وبكده تكون ماليفيسنت قدرت إنها توحد المملكتين بعد صراع طويل. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد.